طيب ابدأ يلا. هات آخر سلايد، آخر 3. بس في الأول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا في حاجتين لازم أقولهم. يعني اللي إحنا المرة اللي فاتت شرحنا إيه الفرق ما بين الماب ريديوس وإيه الفرق ما بين الأباتشي سبارك والفلينك. وقلنا حتة الباترن بروسيسنج اللي موجودة في الهادوب. وقلنا إيه الفرق ما بين الماب ريديوس والتراديشن داتابيز العادية. بس كانت في حاجة برضو سألت فيها الدكتور، حتة السيمي ستراكشر والستراكشر والان ستراكشر. كانت في حتة الاكس ام ال، كانت ما هي مكتوبة في كل الكتب ستراكشر، والدكتور قالها ايه سيمي ستراكشر. فانا لما رحت سألت فيها الدكتور قال لي نعملها سيمي ستراكشر زي ما هو قال. تمام، بس هو في كل الكتب وفي كل السوشيال ميديا عارف يعني كل الحاجات دي هي ستراكشر. يعني هو كمان عارف انها ستراكشر، بس هو قال ايه يعني نعملها ان ستراكشر. جميل. حته الفور فيز والثري فيز اللي كانت موجوده خالص في اول السلايد، هو قال هو عارف برضو ان في اكتر من في، يعني وبنقدر نتعامل معاها، بس هو قال ايه مش هيجيبها يعني في الامتحان، ولو جابها هنعملها زي السلايد. النهارده هنبدا باخر 3 سلايد عندنا اللي هي الهادوب والجريد كومبيوتنج. هو هنا بيقول لنا الفرق ما بين الهادوب والجريد كومبيوتنج. ايه الفرق بقى؟ احنا عندنا الهادوب ده بيتعامل زي ما احنا قلنا الهدف المره اللي فاتت. ده كان بيعمل ايه؟ بيجي لك بيستعمل مع البيج داتا وبيعمل عليها بروسيسنج، وبيكون بشكل اسرع جدا. يعني ده الهاي بيرفورمانس بتاعته عاليه قوي قوي قوي. ليه؟ عشان ده بيعمل البروسيس بتاعته بشكل اكتر واسرع يعني. ليه؟ عشان زي ما احنا قلنا هو بيقسم الداتا لكذا. الداتا بتاعتنا الكبيره بيقسمها لحتت صغيره وبيبدا يشتغل عليها بروسيسنج. بس نخلي بالنا لما بيجي يقسمها بيقسمها على عدد من الاجهزه، يعني مش على جهاز واحد، لا بيعملها على كذا جهاز يعني. جميل. في حته برضو الجريد كومبيوتنج. الجريد كومبيوتنج بيعمل نفس الكلام. بيكسر الداتا وبيبدا يقسمها على اجهزه على اجهزه، بس في فرق. ان الجريد كومبيوتنج ده لما بيجي يشتغل على الملفات المشتركه، يعني على كذا جهاز، بتكون العمليه بتاخد وقت اكبر، وقت كبير قوي، يعني مش زي بتاع الهادوب. فهو الهادوب احسن منه كتير قوي في الهاي بيرفورمانس، في حته التايم دي. في حته البروجرامنج عندك الاي بي اي. في الهادوب في اي بي اي جامده جدا، عاليه جدا، كفاءتها عاليه قوي قوي قوي، بتسهل عمليه البروسيسنج والاناليسيز. اما الجريد كومبيوتنج لا. جريد كومبيوتنج الاي بي اي فيها الليفل بتاعها قليل قوي قوي، يعني اللي احنا حتى ما بنقدرش نسيطر على جزء كبير من الداتا في حته البروسيسنج. في حته الكوست. الكوست في الكوست ريسورس بتاعت الهادوب اقل بكتير. يعني التكلفه بتاعته في ان انت تيجي تجيب الداتا وتبدا تحطها على كذا جهاز. جميل، عشان انت بتشتغل على مش بتشتغل على جهاز واحد، لا بتشتغل على كذا جهاز. فالمهم هو بيعمل ايه؟ لا مؤاخذة. فهو بيعمل ايه؟ الداتا لما بيجي ياخدها بيقطعها قطع، والقطع دي بيحطها على كذا جهاز. كذا جهاز ده، الجهاز ده مش لازم يكون البرفورمانس بتاعته عالية قوي او الامكانيات بتاعته عالية قوي عشان يبدأ يشتغل عليها. لا، هو عادي ممكن يكون جهاز عادي وتبدأ ايه يعمل عليها بروسيسنج. التكلفة بتاعت الجهاز ده بتبقى اقل، يعني مش بتكون جامدة. اما الجريد كومبيوتنج فانت عندك الاي بي اي بتاعتها في البروجرامينج مستواها قليل، فانت بالتالي هتبقى عايز اجهزه عاليه ومستواها عالي قوي، فده بيخليك تكلف تكلفه كتيره. فده في جريد كومبيوتنج انت عندك التكلفه بتاعتها عاليه قوي قوي قوي. وفي ناس اصلا ناس اصلا ما بتعرفش تستخدمه بسبب التكلفه دي. ليه؟ عشان انت الداتا كل ما بتكبر عندك كل ما بتزيد ان انت بتحس تقطعها وتحطها على جهاز تاني. فانت اوريدي بتروح تشتري اجهزه بحاجات عاليه وامكانيات عاليه، فده بيكلفك كتير. اما بقى في السرعه، في الداتا، سرعه وصول الداتا اصلا، الهدف آه زي ما احنا قلنا الداتا متقسمه صح. الهدف بيعمل ايه؟ الداتا لما بتكون متقسمه ومتقسمه على كذا كاس بتوصل بطريقه اسرع بكتير قوي، والبروسيسنج بتاعتها ما بتقعدش كتير. طب الجريد كومبيوتنج نفس الكلام، بس في حاجه النتورك بتاعتها ضعيفه مش عاليه زي الهدوب، فعشان كده سرعه الوصول للداتا في الهدوب اسرع بكتير من ايه من الجريد كومبيوتنج. اما في حاجه بقى اللي هي لما مثلا لو حصل فشل في اي حاجه من الداتا، الهدوب بيتعامل مع الفشل ده بحاجه ذكيه يعني.
ان هو بيعمل ايه؟ انت عندك لو جهاز وقع مثلا مش شغال من الهدوب وباقي الاجهزه شغاله، مش هيحصل مشكله، لا هيصلحها وبعد كده ايه، بيصلحها يعني بشكل ذكي في حته الماب ريديوس يعني. بيعيد تشغيل الجهاز ده وبيبدا ايه يشغله على طول. اما في حته الجريد كومبيوتنج لا، لازم يعني لازم الجهاز لما بيقع، لو في جهاز وقع من الاجهزه دي كلها، لا لازم انت ايه، لازم تقوم الجهاز ده عشان كل الاجهزه دي تشتغل، يعتبر مرتبطه ببعضيها. فنقدر نقول كده ان الهدوب ممتاز قوي 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 في حته البروسيسنج بيج داتا اند اناليتكس، في السرعه يعني بتاعت الاناليسيس. اما الجريد كومبيوتنج ده بتقدر تستخدمه لتوزيع الداتا والموارد في كذا ابلكيشن يعني، وتقدر توزعها ما بين الاجهزه. ده كده كان الفرق ما بين الهدوب والجريد كومبيوتنج. في نقط، في حاجه مش واضحه هنا؟ لا تمام كله واضح. طب حلو قوي. في حاجه برضو كانت نقطه قلناها، كانت الاي سي اي دي، اللي هي كانت اسمها توميستي وكونسيستي وسوليوشن والدايرسابيلتي دي. فهتلاقيها في التيبل اللي فوق، اطلع كده يا ياسين في التيبل المقارنه بتاع التيبل المقارنه كانت التراديشنال، ايوه ده الاي سي اي دي اللي كان في الترانزاكشنز. هما احنا المفروض كنا خدنا الحاجات دي في الداتابيز اوريدي، بس هو احنا ما خدناهاش. بس الاربعه دول كل حرف من الاسيد دي لها معنى. اول حاجه الاوتوميستي دي معناها ايه؟ دي معناها ان لما بتيجي تشتغل على داتابيز او تيبل معين، فانت لازم لو انت بتلاحظ لما بتيجي ترن التيبل، يعني تيبل بيسمع في تيبل تاني، فانت لازم ترنهم بالترتيب. فانت بالتالي لازم ترن التيبل دي واحده واحده، يا اما تنجح كلها، يا اما التيبل كلها تشتغل، يا اما التيبل لو واحده بس فشلت، جميل، كل البروسيس دي مش هتشتغل، لازم كله يشتغل مع بعض. جميل. دي تقدر تقول عليها زي عمليه الانسيرت والابديت والديليت. مثلا لو جيت عملت انسيرت وبعد كده ابديت وجيت عملت الديليت ما اشتغلش، فانت كده يعتبر كل البروسيس دي بايظه. دي اول حاجه في الاوتوميستي. الكونسيستي دي معناها ايه؟ ان انت لما بتيجي تحول الداتابيس دي من حاجه لحاجه تاني، لازم تكون عندك كونسترين معينه بتمشي عليها. يعني مش بتقدر تروح تلعب في الداتابيس براحتك وتشكلها، لا انت بيبقى عندك كونسترين، هي دي اللي ايه اللي بتحددك. يعني انت ما ينفعش تربط التيبل ده غير لما يكون في مثلا كولوم مربوط بكولوم تاني كده يعني. اما الاسوليوشن اللي هو انت يعني بتعمل ايه؟ لو في عمليه واحده، لو في بروسيس واحده من العمليات كلها شغاله، جميل، ممكن دي مش بتاثر على بروسيس تانية. يعني مثلا انت لما بتعمل، اديك مثال، لما انت بتكري التيبل، انت كريت تيبل ده بيأثر في عمليه انسيرت في تيبل تاني؟ ملوش علاقه اصلا ولا في ريليشن بينهم، لا خالص. انت التيبل ده تيبل جديد ملوش علاقه باي حاجه، وانت بتبدا تعمل عليه البروسيس. جميل. اما اخر حاجه اللي هي ايه الدرسابيلتي، اللي هي كانت بالمعنى العربي الدائميه. دي معناها ايه يعني؟ معناها انك دلوقتي كتبت كود السيكوال وكريت التيبل وعملت انسيرت وابديت وديليت وبراحتك وعملت كل حاجه، وجيت مره واحده النور قطع عليك. النور قطع عليك معناها معنى كده ان الحاجه اللي موجوده دي هتروح؟ لا، هو بقى موجوده دي معناها الحاجه دي لما تيجي تقفل الجهاز او تعمل شت داون للجهاز، لسه الكود زي ما هو، لسه التيبل متكريته زي ما هي. في الماب ريديوس لا، مش بتعتمد على الحاجه دي يعني. ولما سالت الدكتور فيها قال لي هي موجوده حديثا يعني، بس هو حاططها في السلايد وفي الكتاب نون، فلو جت في الامتحان هتبقى نون برضه. بس هي دي الفرق ما بين الاي سي اي دي، الاربع حاجات يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيهم المره اللي فاتت. في معلش يا نقطه عبد مش الله، مفهومه معاك؟ الاي كانت اختصار لايه؟ سوليوشن، اي سوليوشن، ISOLATION. تمام. جميل. عارف دي بتعمل ايه؟ تاني دي بقى. بتقول لك دي بتقول لك ان البروسيس الواحده بتاثر على باقي العمليات. زي مثلا انت عندك، انت لما بتيجي مثلا ترن تيبل معين، انت عملت دلوقتي انسرت في التيبل ده، او انت عملت ابديت في التيبل ده، مش معناه ان هو هيسمع في تيبل تاني. فمعنى كده ان العزل سوليوشن معناها عزل، ان عزل التيبل ده عن التيبل التاني ده مش معزول. فاهمني؟ اللي هو ده متاثر بده. تمام. فاهمني؟ امم. بس هي دي كل الفكره.
حد مش واضح معاه حاجة أصلا في الليكتشر دي كلها؟ اللي مش واضح معاه يرفع إيده ويقول عشان لما نخش في أنا الليكتشر تمام. الجديد. تمام. نورة، نيرة، زينب، أي حد. ايزوليوشن مال. ماشي، الايزوليوشن أقولها تاني؟ لا لا لا، تمام. خلاص تمام. ممكن تقفل الريكورد ده. خلاص تمام، احنا خلصنا كده السلايد دي. وبرضو هحط في لينك الديسكريبشن في اليوتيوب، هحط لينك حاجة يعني كده ملخصة من الكتاب. ويعني واحد زميلنا عاملها وقال لي احطها يعني. تمام. شكرا.